السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم حسين الكناني. اليوم فيديو عن سنتر الجوزة للماكينة الصناعي. الماكينة الصناعي إذا تريدون سنترون الجوزة مالتها، راح أسويكم فيديو يعني بسيط، ما راح أصعب بيه الأمور كلها، وراح أسوي فيديو كلش بسيط وسهل، وراح أشرح لكم به الشرح مبسط. اليوم عندنا جوزة مفترة، جوزة تضرب بالحديد وتكسر أوبرة. شوف وين ضربت، تضرب هنا الجوزة، هذا الحديد ضربت هنا، هاي تضرب هنا تكسر أوبرة. شو راح نسوي اليوم؟ راح نسنتر الجوزة. طبعا أول فقرة الشيش الإبرة ذي خط، خلونا على الخط مالته، الشيش مال الإبرة هذا يصير بيه خط هنا. بالأخير أصوره من أصور الفيديو، يعني جوا قعدت الكاميرا بمكان زاوية على ما نقدر نصفي بها الصورة. المهم هسه عندنا شنو؟ جوزة مفترة جاي تضرب هنا، جاي تكسر إبرة، كسرت إبرة عندنا أو أي شي، يعني المهم كسرت إبرة لفت خيط، الماكينة قامت تكسر إبرة. شو نسوي بهاي الحالة؟ أول ما نجي نرخذن البرغيين، نرخي البرغي الثاني بدل ما هنا نفر الماكينة بالعكس هنا، نفرها هاي البرغي الثاني، نرخي وشوية نضبط على مود الجوزة يصير بيها قوة حتى نقدر نتحكم بيها، يعني حتى نتحكم بيها، حتى ننفر الماكينة تكون تفتر، يعني الجوزة تنصل بيها شوية قوة. شو نسوي هسه؟ أول فقرة نكض الجوزة، كذا هيجي كذا، نخلي هاي الفتحة ذني، هذا خلي اللغاف اللي فوق، نكض الجوزة ما خلي تتحرك. طبعا هي راخية، نفر الماكينة بالاتجاه الصحيح، مو نفرها بالاتجاه العكس. نخلي الإبرة تنزل الأخير، تصعد الإبرة شوية اللي فوق، لو نجيب اللغاف ونخلي وين ينتشي على الإبرة هنا. شفت الفقرة العملية شلون صارت؟ يعني هاي الخسة مالت الإبرة، هاي خسة الإبرة، هاي وين يصير هذا اللغاف يجي يتحك بالخسفة هاي فوق الثقب. هاي الخسفة هي مالت الإبرة، هاي الإبرة، هاي الخسفة مالت الإبرة هنا عندنا، وهذا الثقب مالها. اللغاف من يجي يتحك هنا على مود ياخذ الخيط، لأن هي ليش مسوينا خسفة؟ على مود هذا يجي ياخذ الخيط منه. انتبهوا العملية شلون راح تصير. من نزلت عندنا الإبرة الأخير، نزلت الإبرة كانت تتحكي بطق هنا، فريناها، نزلت الإبرة للأخير كلش، شوية ما صعدت شوية تصعد، جاي تصعد الإبرة، اجى اللغاف أخذ دحكها، أخذ الخيط منين؟ بالخسفة هاي مالت الإبرة. الخسفة مالت الإبرة هاي، شوفوا خسفة الإبرة هاي، هو اجى الخيط أخذها وعبرت الماكينة بسلام. أهم شي الدحكة هاي أباعولها، الدحكة هاي مهمة. ليش الدحكة هاي مهمة؟ الدحكة هاي مهمة على مود نضب البراغي، نضب البرغي، تأكد من عندها. الدحكة هاي ليش لكم مهمة؟ لأن هاي الدحكة إذا دحكت الماكينة بهذا المكان، شوفوا شلون جت دحكت، هاي الدحكة الماكينة إذا ما دحكت هيجي، طبعا هو جاي يسوونها ما يخلون تتحكي هنا، إذا ما دحكت هنا ما تخيط عندكم لا فيزون ولا ستريج ولا مطاط ولا أي قماش فانيل، ما تخيطه. إذا ما دحكت هنا ما تخيطه، تقوم تشبخ أو ما تخيط. هسه عندنا هنا الماكينة جاي تتحك وجاي تاخذ الخيط بصورة صحيحة. انتبهوا، جاي تتحك هنا عندنا بالخسفة وجاي تفتر بصورة صحيحة، ماكو بعد أي دحكة بالجوزة. هذا هو سنتر الجوزة الماكينة الصناعي. هذا انتبهوا لها فقرة شلون صارت. اما الابرة قد صاعدة ونازلة، فاكو خط بالميل مال الابرة، الشيش مال الابرة، شيش الابرة اللي هو هذا. خلنا نوقف الفيديو على ما نحاول على الشيش مال الفيديو. عندنا هنا خط يصير، جاي تشوفونه هذا الخط كل الصناعي بيجي يجي هذا الخط، هذا هو السنتر مال الابرة. هذا الخط، شوف هذا الخط، هذا الخط تفتحون هذا البرغي اللي هنا بالوجه، هذا البرغي، هذا القبق تفتحونه، هذا البرغي تفتحونه، الأبرة نازل الأخير،
راح يطلع لكم برغي هنا في هذا المكان. هذا البرغي تفتحون هذا البرغي وتخلون الحت هذا الخط، تخلونه تحت هذا الخط. شوفوا هاي مؤشر هو عليه خط هنا، هذا هو السنتر مال الأبرة، الميل مال الأبرة. هسه شنو عندنا؟ نرجع نتأكد من الجوزة. هاي الجوزة مالتها، هاي الجوزة مالتنا، هاي الجوزة مالتنا. هاي الجوزة مالتنا باعو. الأبرة شلون راح تجي هسه؟ يجي اللغاف يجي باعو شلون راح يجي؟ يجي وين؟ بالخسة مالت الأبرة هنا يضرب ويصعد خيط. هذا هو سنتر الجوزة. بعد تضبون البراغي بصورة صحيحة. الأبرة تصعدونها للأخير، ترخون البرغي مالها. الأبرة تصعدونها للأخير. هاي الأبرة تصعد للأخير، الأبرة تصعد للأخير. هاي هنا مو تخلونها نازلة، مو تنزلونها شوية، تصعدونها للأخير وشدون البرغي مالها. وأشكركم أخوكم حسين حي الكناني، ويا رب قراءة سورة الفاتحة لوالدي ولابن أخي علي، وإن شاء الله أنا بخدمتكم. أي شي تحبون تواصلوا على الواتساب، وإن شاء الله بخدمتكم.